السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة قبل مباراة انبي والزمالك، المباراة المصيرية، مباراة في الجولة الأخيرة أو مباراة من الجولة 15 المؤجلة. يعني تعتبر هي آخر مباراة للزمالك في المرحلة الأولى أو في الدور الأول من الدوري. مباراة بتكمن أهميتها وإنها مباراة مصيرية، وتعتبر لو فكرنا فيها كده ممكن تعتبر هي أهم مباراة للزمالك هذا الموسم. ليه أول مباراة للزمالك هذا الموسم؟ لأن المباراة دي للزمالك لو فاز هيوسع الفارق مع بيراميدز ل3 نقط، وهيوسع الفارق مع الأهلي ل6 نقط. الأهلي اللي خسر آخر مباراة من يومين من طلائع الجيش بنتيجة 2-1، والظروف عنده كلها في تخبط ومشاكل وغضب جماهيري و كلنا عارفين ان احنا كزملكاويه ان دايما الزمالك لما بتجيله الفرصه دي للاسف بيضيعها، وبيرجع مره تانية الامل دايما للمنافس، وبيقول للمنافس متقلقش احنا موجودين، احنا اللي هنقومك. ودايما بنرجع لهم الامل ومش بنستغل الفرص اللي زي كده. فأتمنى النهاردة إن لعيبة الزمالك وفرقة الزمالك ومعتمد جمال والجماهير إن شاء الله إن احنا نحقق الفوز، علشان مباراة مهمة جدا، علشان زي ما قلت نفرق عن بيراميدز ب3 نقط ونفرق عن الأهلي ب6 نقط قبل دخول المرحلة النهائية المصيرية القوية جدا جدا جدا. المرحلة النهائية هتضم بس 7 فرق، أول 7 فرق اللي هم حاليا الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري وسموحه ووادي دجله. وفي امل لانبي ان هو يدخل من ضمن ال7 فرق، لكن محتاجين ان هم يفوزوا النهارده على الزمالك، فعشان كده كمان المباراه هتبقى صعبه جدا. والمرحله النهائيه هتبقى صعبه لانها كل الماتشات هتبقى بين الفرق القويه اللي موجوده في الدوري. يعني كل جوله هتلاقي الزمالك واقع مع سيراميكا، بيراميدز واقع مع الاهلي واقع مع المصري، بيراميدز واقع مع المصري، الزمالك واقع مع بيراميدز. فالمرحله النهائيه هتبقى قويه جدا، هتبقى في ميزه قويه جدا ومهمه جدا، ويعني شيء هيفرق معانا جدا لما ندخل المرحله دي واحنا فارقين 6 نقط عن الاهلي، خصوصا الاهلي. المباراة النهاردة إن شاء الله بتوقيت مصر الساعة 9:30 على ملعب استاد المقاولين العرب، ملعب من الملاعب اللي أنا شخصيا بصراحة بكرهه جدا جدا. ملعب أرضيته سيئة جدا حاليا، وملعب كده تحس إن هو يجيب ضيق تنفس. في ملاعب كده لما تشوفها بتجيب ضيق تنفس، منهم ملعب المقاولين العرب. ان شاء الله خير. الزمالك ما شاء الله بقاله فترة بيفوز، عامل سلسلة انتصارات في الدوري، ان شاء الله تستمر النهاردة. فريق نادي انبي فريق يعتبر منظم دفاعيا، فريق عنده بعض العناصر الشابة الموهوبة. مباراة مش هتبقى سهلة تماما، فريق غلس بمعنى الكورة كده. بالنسبة للتشكيل المتوقع النهاردة لنادي الزمالك، وخصوصا ان الزمالك عنده كمان يومين، يوم السبت ان شاء الله قبل الفطار مباراة مهمة جدا برضو لا تقل اهمية عن مباراة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية في ذهاب دور ربع النهائي مع فريق اوتوهو في الكونغو. يعني الزمالك النهاردة هيخلص ماتش انبي، وبعدها بساعات بس تتعدى على صوابع الايد هيكون في المطار بيركب الطيارة ورايح الكونغو، عشان يدوبك معاه خميس وجمعة ويلعب السبت على طول. الموضوع هيبقى صعب جدا على اللعيبة بصراحة، وهيبقى فيه ارهاق وربنا يستر. قلقان انا ربنا يستر بين ماتش الكونغو ده، لان مفيش وقت كافي ما بين انبي وما بين اوتوهو، ما بين ماتش انبي وما بين ماتش اوتوهو مفيش اي وقت كافي ما بينهم، فربنا يستر. التشكيل ممكن بنسبة كبيرة ما يختلفش كتير عن تشكيل الماتش اللي فات، ماتش الاتحاد، باستثناء يعني ممكن تغييرتين 3 بالكتير. ما اعتقدش ان معتمد جمال في ماتش مهم زي ده هيغير تغييرات كتيرة عشان ما يأثرش على أداء الفريق. محمد صبحي راجع من الإيقاف، فممكن نشوفه النهارده مكان مهدي سليمان. محمد شحاتة طبعا أخد طرد في ماتش الاتحاد، فهينزل مكانه بنسبة كبيرة جدا
احمد ربيع او محمد السيد. باقي العناصر بنسبة كبيرة هيبقى هم فتوح، بنتايج، عبد المجيد، محمد اسماعيل، محمد ابراهيم، عبد الله السعيد، خوان بتزيرا، ناصر منسي، نفس الاسماء. ممكن بس استثناءات بسيطة جدا، يعني مثلا ممكن نلاقي ادم كايد بدأ يرجع تاني مركز 10 مكان عبد الله السعيد. في نص الملعب قلت هيبقى بنسبة كبيرة احمد ربيع ومحمد السيد، وقدامهم يا اما عبد الله السعيد يا اما ادم كايد. وناحية الشمال ممكن يبقى فتوح، ممكن يبقى آه شيكو بنزا. وانا بصراحة ما يعني ما مش مع ان شيكو بنزا يبدأ اساسي خالص. شيكو بنزا يبقى حل موجود على الدكة، يلعب الشوط التاني وانت عايز تعمل مرتدات وتحولات ينزل يعمل التحولات، لان هو بياخد الكرة ويجري وسريع وقوي وبيعرف الى حد ما يدافع. لكن ان انت تبدأ بيه الماتش انا مش مع النقطة دي خالص. شيكو بنزا ما ينفعش تبدأ بيه الماتش. شيكو بنزا ماكينة خسارة كورة وماكينة ميس باس وعشوائية ما بعدها عشوائية. فانت لما تبدأ الماتش عايز تركز وعايز تمسك كورة وعايز ترتب هجماتك وتعمل هجمات و شيكو بنزا بيبقى في اللحظة دي في الوقت دوت بيلعب مع الفريق التاني، بيخسر كور كتير جدا وبيعمل مشاكل كتيرة جدا وبيأثر على شكل الفريق هجوميا. فأتمنى ان انا ما شافوش النهاردة خالص بيلعب اساسي، يبقى موجود على الدكة ويلعب الشوط التاني ينزل كبديل. فأتمنى يبقى واحد ناحية الشمال يا اما احمد شريف يا اما فتوح يا اما اي حد الا شيكو بنزا. ناحيه اليمين اكيد هيبقى بتزيرا، ومركز 10 زي ما قلت يا اما عبد الله السعيد يا اما ادم كايد، والمهاجم ناصر منسي. ممكن صحيح يحط بتزيرا شمال ويحط عضية دباغ يمين، عملها اكتر من مره، وفتوح يبقى في نص الملعب. كل التوفيق النهارده للزمالك، ماتش مصيري، ماتش مهم باذن الله نحقق الفوز. الفوز هيبقى اعتقد صعب مش سهل، اتمنى يعني ان احنا من نواجهش اي صعوبة. كل التوفيق للعيبة، كل التوفيق لمعتمد جمال، والجمهور طبعا ان شاء الله هيبقى مالي الملعب كالعادة. الوايت نايتس في ظهر الفريق بإذن الله بيعملوا ضغط جدا على الفريق اللي احنا بنلعبه دايما، وبيبقى ليهم دور كبير جدا في المكسب. بإذن الله نفوز ان شاء الله ال3 نقط.